انطلقت بمختلف مناطق المملكة يوم الاثنين الدورة العادية من الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا، وتستمر إلى يوم الاثنين. التحق الآلاف من التلاميذ المترشحين من مختلف الشعب بالمراكز المخصصة لاجتياز هذا الامتحان الذي يسبق إجراء الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا بيومين فقط، إذ من المرتقب أن ينطلق هذا الأخير يوم الخميس المقبل. واستبقت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه الامتحانات باستعدادات مكثفة، وذلك بتجهيز المراكز المخصصة لها وإطلاق عمليات تحسيسية تروم وقف ظاهرة الغش. وأشرف المدراء الإقليميون للوزارة إلى جانب رؤساء مراكز الامتحان على إعطاء انطلاقة الدورة العادية من امتحانات السنة الأولى بكالوريا، وذلك في إطار التدابير المعمول بها والمتعارف عليها. وقد خصصت المديرية الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان 19 مركزا خاصا بهذه المناسبة. وعلى سبيل المثال يجتاز المترشحون الذين يتابعون دراستهم بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية هذه الامتحانات في مواد اللغة الفرنسية، الرياضيات والتربية الإسلامية، بينما يختبر التلاميذ بشعبة العلوم التجريبية في مواد التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية. ويحظى كذلك الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا باهتمام التلاميذ بالمغرب، لا سيما وأنه يبقى عاملا رئيسيا في احتساب المعدل العام الذي يخول لهم نيل الشهادة البكالورية، وذلك بنسبة تصل إلى 25%. ومن المنتظر أن تجرى الدورة الاستدراكية من هذا الامتحان يومي 30 يونيو وفاتح يوليوز المقبلين، على أن تجرى الدورة الاستدراكية من الامتحان الوطني الموحد أيام 3 و4 و5 يوليوز المقبل. ويحدد القانون رقم 02.13 الصادر سنة 2013 العقوبات التي تنتظر المتورطين في الغش في مثل هذه الامتحانات، وذلك في ظل وجود مساع وزارية مجتمعة كذلك لوقف استفحال هذه الظاهرة. وينص هذا القانون على أن مرتكب الغش يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين، والغرامة من 1000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها. كما يعاقب بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين، أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها، أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان. وعلى الرغم من العمل بهذه النصوص القانونية منذ سنوات، إلى أن المطلعين على سير الامتحان الإشهادية بالمغرب يؤكدون كل سنة استمرار تعويل نسبة معينة من التلاميذ على خيار الغش، عوضا عن الالتزام بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.